المباراة اللي قدم فيها أداء يتفوق على وينجات كتير في الكرة المصرية، قدر يسجل هدف فريقه الأول وكان بيشكل خطورة كبيرة على دفاعات الزمالك، والكرة تحت رجله فعلا ليها تمنها. الإمكانيات المميزة في كرة القدم مش منحصرة على لعيبة الدوري الممتاز فقط، بالعكس في لعيبة كتير مميزة في الدوريات الأدنى ويمكن يكونوا أفضل من المتواجدين في الدوري الممتاز، ولكن للأسف أوقات الحظ مش بيحالف المواهب دي. علشان كده اللاعب اللي قدامك ده واحد من المواهب الممتازة جدا، كامل أحمد كابوريا، لاعب نادي الزد وبروكس السابق والمنتقل حديثا لنادي بتروجيت. كابوريا واحد من اللعيبه اللي تحب الكره تحت رجليها، ستايل ومهاره وامكانيات مميزه. كابوريا عنده 25 سنه ومركزه الاساسي في الملعب رايت وينج، ولكنه بيقدر يلعب ليفت وينج او حتى بلاي ميكر. لاعب بستايل مميز، واحد من اللعيبه اللي تحب الكره تحت رجليها، ستايل ومهاره وامكانيات فرديه ممتازه، والامكانيات دي كانت ظاهره وواضحه جدا في مباراه الزمالك وبروكسي في كاس مصر، المباراه اللي قدم فيها اداء يتفوق على وينجات كتير في الكره المصريه. قدر يسجل هدف فريقه الاول وكان بيشكل خطوره كبيره على دفاعات الزمالك، والكره تحت رجله فعلا ليها تمنها ومش بتضيع بسهوله. لاعب مشاغب ومتحرك وبيعدي واحد على واحد بنسبه تتخطى 70%، وطبعا دي نسبة عالية جدا. كمان عنده حاجة مش بنشوفها كتير في الكرة المصرية، كابوريا بيلعب برجله الاتنين بنفس الاتقان تقريبا، ودي حاجة ممتازة لانه مش محتاج يعدل الكرة على رجله الاساسية علشان يراوغ او يسدد او يعمل الباص الامامي او حتى يعمل الكرة العرضية، ودي بتخليه يلعب في اكتر من مركز في الملعب بنفس الاتقان تقريبا. كمان على مدار الموسم اللي فات قدم مستوى هايل وقدر يقود بروكسي للصعود لدوري المحترفين، وكان واحد من افضل لاعبي الدوري بشكل عام. لعب في الموسم ده 34 مباراة، قدر يسجل 8 أهداف وصنع 6، يعني قدر يساهم ب 14 هدف، ودي أرقام جيدة الحقيقة. مش بس كده، كمان كابوريا كان صاحب أسيست هدف الصعود اللي أهل بروكسي لدوري المحترفين. أما بقى لو هنتكلم عن الموسم اللي جاي فهو هيكون متواجد مع نادي بتروجيت اللي هيلعب برضه في دوري المحترفين، وأتوقع إنها هتكون تجربة مميزة إن شاء الله، وهتكون خطوة للأمام إنه يلعب في الدوري الممتاز، سواء بقى مع بتروجيت لو صعد للدوري الممتاز أو حتى أي فريق تاني هيتفرج على اللاعب اثناء الموسم القادم، لان كامل عنده امكانيات مميزه ويستاهل يكون في الدوري الممتاز، خصوصا ان في المكان ده مفيش لعيبه كتير مميزه وتلفت نظرك، طبعا باستثناء زيزو اللي هو افضل لاعب في المكان ده في مصر. ولكن لو بصيت في انديه الوسط في الممتاز مش هتلاقي لاعب بنفس الستايل والامكانيات دي، لان كابوريا لاعب سريع مهاري مراوغ هايل بصير وعنده رؤيه، كمان مميز في عمل الكرات العرضيه، بالاضافه انه مسدد هايل على المرمى وبيقدر يعمل التكمله بشكل ممتاز كشادو سترايكر، كمان منفذ هايل للضربات الثابته، بالاضافه طبعا ان هو بيلعب برجله الاتنين بنفس الاتقان، ودي حاجه ممتازه جدا زي ما قلت لك. الخلاصه كده، عاوزك الموسم القادم تتابع كابوريا لانه لاعب مهم ولاعب مميز وهتستمتع فعلا بطريقه لعبه. ولحد هنا صديقي انا خلصت كلامي، اتمنى تقول لي رايك في اللاعب في الكومنتات تحت، وتقول لي هل هو يستاهل مكانه افضل من اللي هو فيها حاليا ولا انت شايف ايه. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي. خش تابعني بقى على الصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي، بنزل فيها حاجات كتير هناك وبندردش فيها دايما وبنتكلم عن لعيبه كتير. استناك، نتقابل بخير يا صديقي، سلام.